ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. هنعمل مع بعض اكله غدا حلوه قوي وجميله، وكمان تنفع كمان العشاء. هتعملها كده في دقايق، مش هتاخد من وقتك اي حاجه خالص. وطبعا انت محتاره في الغدا، محتاره في العشاء. هتعملي احلى اكله، واكله بسيطه جدا ومش مكلفه ولا اي حاجه. طبعا اتمنى منك تعملي لي اشتراك للقناه، وتفعلي لي زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد انا بقدمه لك، وتعملي لي لايك بايدك الحلوه الجميله ديت. واتمنى التوفيق ليا وللجميع ان شاء الله. زي ما انت شايفه طبعا هتجيبي حله من الميه، هتضيفي فيها معلقه يعني نص معلقه من الملح. وبعد كده طبعا هتجيبي المكرونه اللي انت شايفاها كده. طبعا لو مش عندك المكرونه اللي زي ديت، ممكن تعملي باي مكرونه عادي، مفيش فيها اي مشكله. هنفضل كده نقلبها. وطبعا احنا عاوزين المكرونه تاخد نص سوا، يعني تلت من السوا كده. وبعد كده طبعا هتجيبي حله او طاسه، هتجيبي فيها بصلتين يكون متقطعين كده مكعبات صغيره، ولا صغيره ولا كبيره قوي. وبعد كده طبعا هتجيبي طبعا لو عندك فلفل طبعا تكون انت مجهزاه. طبعا فلفل شطه حسب زي ما انت عاوزه، بس عشان خاطر عندي اطفال فانا عملت بالفلفل بس. تمام. وبعد كده طبعا لو عندك جزريه، دي طبعا اخر واحده عندي في التلاجة، جبتها طبعا، عملتها طبعا مع الحاجه اللي انا بعملها ديت. وبعد كده طبعا هتضيفي معلقه يعني نص معلقه من التوم، تكون انتي فرماه في الكبة او في الهون زي ما انت حابة. وبعد كده طبعا هتضيفي معلقتين من الدقيق، هتفضلي كده تقلبيهم كده مع البصل والفلفل اللي احنا عملناه. طبعا وهتدني كده تشوحيهم كده مع بعض. ممكن تضيفي قشطة، ممكن تضيفي لبن، ممكن تضيفي مية السليق بتاعة المكرونة. انا خليت كوبايتين من مية السليق على جنب، علشان طبعا انا هعوزهم في الاخر، او ممكن تعملي بالكريمة. تمام. بس انا اللي كان عندي متاح دلوقتي اللبن. وطبعا لو انت حسيتي ايه القوام بتاعك بتاع الحاجة ديت جامد شوية، ممكن تخففيه بمية المكرونة اللي احنا سلقناها. انا طبعا دي طبعا كوبايتين من اللبن. طبعا لو انت عاوزه تضيفي، انا طبعا حسيت القوام ايجابي شويه، فانا حطيت ميه من بتاعه الميه السليق زي ما انت شايفه. ما شاء الله طعمها وريحتها جنان فعلا. يعني بتعملي من اقل حاجة وابسط حاجة في البيت، بتطلع معاكي من تحت ايدك الحلوة ديت، بتطلع معاكي كمان احلى من المطاعم كمان. يعني ممكن تعملي لها اي حاجة وابسط حاجة في البيت بتطلع معاكي كويسة جدا وتحفة. طبعا هتضيفي اي بهارات عندك، انا ضفت فلفل اسود وكمون وبهارات. وطبعا وضفت معايا الملح، طبعا انا حطيت نص مكعب من المرقة. وطبعا انا ما كترتش في الملح علشان خاطر انا حاطه مكعب مرقه نص كده. وطبعا لو عندك كزبره، عندك خضار ممكن تضيفيه كده عليه. ده طبعا خضار انا طبعا مخزناه في الفريزر عندي، زي ما انت شايفه طالع معايا عامل ازاي، اقدر اكونه صابح بالظبط فريش. وبعد كده طبعا بعد المكرونه اتسلقت معايا نص سليق كده، انا طبعا ضفت المكرونه مع الصوص اللي احنا عملناه. وكمان الأطفال حبوها جدا، وكانت طعمها فعلا جميل جدا. وحاجة بسيطة كده انت عملتها في البيت، شايفين بقى الجمال وشايفين الحلاوة. طبعا زي ما انا قلت، طبعا لو حسيته اللي هو جايب شوية القوام، جايب شوية مع المكرونة، ممكن تخففيه بالمية السليق. زي ما انت شايفة الطعم والحلاوة والريحة اللي فيها حاجة تانية خالص وحاجة مختلفة. طبعا اتمنى يكون الفيديو بتاعي يعجبك، اتمنى منك بدعوة حلوة منك. مع الف سلامة، ان شاء الله اشوفك في فيديو جديد. مع الف سلامة.